السؤال هنا، وبعدين يا مصر، هو احنا لحد امتى هنفضل كده؟ احنا لحد امتى يا مصر حظك كده؟ اشمعنى احنا؟ انت عشان انت كبير، مصر كبيرة واحنا كبار وبلدنا كبيرة. طب ما هو الكبير ده برضو عايز فترة يرتاح فيها، مش كل شوية الكبير ده تعالى عشان عندنا هنا مشكلة وتعالى هنا مشكلة وانت اللي تحل ومفيش غيرك يحل. هتجيب لي حد من الشرق، هتجيب لي حد من الغرب، مفيش حد غيرك انت اللي يحل. مصر هي اللي بتحل. طب ايه الموضوع؟ ايه القصة؟ لسه الحمد لله خلصانين من موضوع غزة وربنا كرمنا وانتهى على خير، وبدأنا نقول يلا شوية كده نشم نفسنا. يجي الكبير برضو تحصل مشكلة تانية، السودان من تحت. طب ما هي السودان شغالة بقالها سنتين وعندها مشاكل. ايه اللي جد دلوقتي؟ اللي جد دلوقتي ان قوات الدعم السريع استولت خلاص على مدينة الفاشر دي، بقالهم فيها شهور مش عارفين يعملوا فيها حاجة. والجيش هناك، الجيش اللي هو السوداني، كان بيدافع عنها كويس وكان محافظ لحد ما خلاص لما قوات الدعم السريع استولت على الفشل. طيب ايه معنى ده؟ معنى ده ان احنا نبدأ تاني من اول وجديد، ان في تهديدات وفي خطورة من ناحية الجنوب. خلصنا خطورة الشمال الشرقي، هنخش في الجنوب. اي نعم الخطورة يعني كأن انت مثلا ايه، واحد مثلا معاه احدث سلاح وواحد دخل عليه بمطوة، يعني كلام فاضي. اي نعم يعني اللي هو حميدتي وكل اللي معاه كأنه مثلا معاه حتة مطوة صغيرة كده ودخل على حد لابس أحدث الأسلحة ومعاه كل شيء في الدنيا. الموضوع سهل وبسيط، ولكن طب وبعدين؟ طب ما هو الكبير ده برضو عايز يرتاح شوية. يا مصر انت كبيرة وشعبك كبير وناس الكبار، بس الكبير ده عايز ياخد بريك، يعني يرتاح من الدنيا. فيها ايه؟ طب ما هو المغرب والجزائر والناس اللي هي، طب ما هي برضو دي الناس دي عايشين حياتهم، ما عندهمش مشاكل دي. انت عندك الناحيه التانيه برضو الخليج برضو عايشين، ما عندهمش المشاكل اللي عندنا من فوق ومن تحت ومن اليمين في ايه. مش هنقول اوروبا دي ناس عايشه باقتصاد وعندهم سلام والدنيا جميله، ما عندهمش مشاكل زينا. امتى يا مصر هتاخدي بريك وترتاحي شويه عشان تاخدي بالك من نفسك؟ ما هو الكبير برضو عايز وقت كده يرتاح فيه علشان هو يعرف يكمل ويواصل، عشان لما تيجي مشاكل تانية لأي حد من الصغيرين هو برضو يخش. الكبير لازم يرتاح. وبعدين يا مصر؟